تعادل غالي جدا لنادي الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي في دور الثمانية في الكونفدرالية الإفريقية. مباراة الذهاب في برازافيل في ظروف صعبة جدا. ملعب سيء للغاية، يعني نجيل صناعي لكن هو واضح ان هو من الفيرست جنريشن، يعني هو حاجة قديمة جدا. أجواء صعبة، رطوبة عالية، حرارة عالية، صيام، كل الظروف. ونضيف عليها الخروج من خسارة من يومين ونص، يومين ونص بس فرق بين مباراة انبي وبين مباراة اوتوهو النهاردة. فلما الزمالك يخرج بنتيجة إيجابية تعادل 1-1 من المباراة دي، نقدر نقول إن هي نتيجة مهمة، نتيجة كان تحقيقها مهم جدا للزمالك إن هو يحصل، خصوصا مع ضيق الوقت مع الظروف المحيطة بالمباراة. كابتن معتمد جمال النهارده كان مجبر بشكل شديد جدا على انه يحصل روتيشن كبير في الفريق. بنتكلم في 6 لاعبين متغيرين من التشكيله الاساسيه لمباراه انبي، او اللي هي التشكيله تعتبر اللي هي الاساسيه اللي بتلعب في الفتره الاخيره. النهارده بيريح ناصر منسي، بتزيرا، عبد الله السعيد، محمد السيد، بنتايج. مش هنقول ان يعني حته صبحي والمهدي سليمان دي خلاص، دي حاجه روتيشن ده بقينا متعودين عليه، ولكن في القوام الرئيسي للفريق كان في روتيشن كبير. طبعا مع رجوع محمد شحاته النهارده بعد غاب المباراه اللي فاتت للايقاف في الدوري. التشكيل يعني نقدر نقول ان هو ما كانش وحش، نقدر نقول ان هو يعني كان مناسب للمباراه ومناسب للظروف. ما كانش في تغيير في الشكل التكتيكي للفريق، يعني هو تقريبا هو نفس الطريقه اللي الزمالك بيلعب بيها، 4-3-3 او 4-3-2-1. خط الدفاع ثابت، محمد ابراهيم ومحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، والتغيير الوحيد في ايشو اللي راجع بعد غياب طويل جدا في مركز الباك ليفت. احمد ربيع قصاده محمد شحاته واحمد فتوح، اللي هو بالنسبه لي يعني هو واحد من اتنين نقدر نقول ان هم نجوم المباراه. وقدامهم سيف الجزيرة العائد بعد غياب برضو طويل جدا، عضية الدباغ والأخ شيكو بنزا. بداية المباراة كانت بداية هادية، بداية ما كانش فيها أي فرص أو سرعة في الأداء بين الفرقتين بيلعبوا بالراحة. الزمالك بيلعب بالراحة ناتج عن ان الملعب نفسه ما ينفعش تلعب عليه كورة، يعني انك تمشي كورة على الارض ده شيء في منتهى الصعوبة، وبيحتاج امكانيات خاصة في اللعيبة اللي تقدر ان هي تتحكم في الكورة في المباريات دي، او تقدر سرعة الكورة وخبطتها في الارض وهترجع ازاي. طبعا ده اثر بشكل شديد قوي. اول حاجة خطيرة حصلت في المباراة كانت ميس باس من احمد ربيع. شيكو بانزا يعمل فاول يؤدي الى هدف. بصراحة يعني هو يعني شيكو بانزا ده شيء بالنسبة لنا عادي ان هو يعمل تصرف اهوج في مكان خطر، ولكن يعني هي الميس باس من احمد ربيع، يعني لازم يفهم ان هو الهاف ديفندر لازم الباس بتاعه يكون محسوب، لازم يكون بيسلم في الرجل، لازم يكون حتى لو هيعمل باس طولي يكون باس طولي متقن. فان الكرة يحصل ميس باس في منطقة خطر وينتج عنه فاول يجي منه هدف، دي حاجة ما تنفعش في المباريات دي. المباريات اللي هي بتاعت النوك اوت او المباريات الحساسة اللي بالشكل ده ما ينفعش ان هو يكون في سذاجة في التعامل مع الكرات دي. نيجي عند الهدف نفسه، الحائط البشري اللي عمله محمد صبحي هو مش عدده قليل، يعني يمكن زي ما كان في التعليق بتاع المباراة بيتقال هي الكورة للأسف عدت من فوق عداية الدباغ. الحيطة المفروض في أصول كده في الحيطة، لو هتبقى واقف إنك ما تغمضش، ما تدورش وشك، ما تفتحش الحيطة، ما تفتحش المسافات وتنط مع الكورة. يعني هو دي اي بي سي في التعامل مع الموضوع. ما ينفعش يبقى فيه 3 بينطوا وعدي بيغمض عينه وبيعمل كده، يعني ما فنتج عنه ان هي الكرة عدت من فوق دماغه في الحتة دي. والكرات دي بمجرد ما تعدي من الحيطة في الارتفاع ده، لو هي مش معمولة بالونة، يعني ان هي لو موجهة بشكل كويس، هي بتكون في منتهى الصعوبة على حارس المرمى. فلا يسأل محمد صبحي عن الهدف بأي شكل من الأشكال. في الدقيقة 17 كورة طايشة ما بانلناش حتى بدأت ازاي، وصلت لعداية دباغ، تعامل معاها بتسرع شديد جدا وشاطها في ايد الجون.
ولكن هو صلح الغلط ده بعد كده في الهدف. بس قبل الهدف حسام عبد المجيد كان هيعمل كارثة. كورة ظهره للملعب، وشه لجون الزمالك، عايز يلعب الكورة، لعبها برعونة عالية، اللعيب بتاع اوتوهو اخدها ورايح عمل كرة عرضية على القائم البعيد، لولا ان محمد ابراهيم انقذها في اخر لحظة. ما ينفعش حسام عبد المجيد كل مرة هنتكلم في ان الكورة بتطلع من رجلك ممكن يحصل منها مشكلة. يا اما هتبقى هي كورة ضالة ملهاش اي 30 لازمة، يا اما هتعمل بيها مشكلة. فتاني هنرجع لان الجنب الشمال بيحصل فيه مشاكل، ايا كان مين اللي جنب حسام عبد المجيد، لكن هما الاتنين بيبقوا كومبينيشن بيحصل منه مشاكل. بعد كده هنيجي للهدف. هدف جميل جدا طبعا، كرة طولية متقنة من أحمد ربيع. عدي الدباغ تعامل معاها بحرفية شديدة جدا، والكرة بالطب هو أخدها في الارتفاع المناسب فيرست تايم. هدف جميل، هدف توقيته كان مهم جدا بعد الكرة اللي كانت لسه ضايعة قبلها، اللي محمد إبراهيم أنقذها، خلت الزمالك يقدر يهدى شوية ويقدر يبدأ يلعب كورة. لأن هو بعد كده احنا شفنا ان احمد فتوح هو الوحيد اللي كان قادر يدوس على كورته ويعرف يهدي الكورة ويعرف يجري بيها على الملعب ده. وده هنرجع تاني لنقطة، دي نقطة إلهية. الحرفنة والإمكانيات دي حاجة اللعيب مش هيتعلمها. فاللي شفناه ان اكتر اتنين هم كانوا قادرين يتحكموا في الكورة في المباراة هم احمد فتوح وبيتزيرا لما نزل الشوط التاني. باقي اللاعبين واجهوا صعوبة شديدة جدا في التحكم في الكورة وفي تقدير الكورة وفي السيطرة عليها. بعد كده الاخ شيكو بنزا بوظ هجمة مرتدة، كورة جات له بدل ما يودي عدي انفراد عمل حاجة كورة غريبة كده، لطشة غريبة كده، خلى عدي رايح يلحق الكورة من الاوت بدل ما يروح انفراد على الجون. وبعديها شفنا الكورة اللي هي حصلت، الكورة اتقطعت من لعيبة اوتوفو في نص الملعب، راحت لفتوح رقص ترقيصة جميلة جدا. وكان نفسنا نعرف يعني هي الكورة بينالتي ولا لأ، لأن الإعادة الحمد لله مفيش، صفر إعادات. احنا حاسس إن احنا سنة 80 مفيش إعادة. يعني هو هناك انت الكورة ليهم هيعيد لك كورة بتتشاط في المدرجات، بس ما يعيدلكش كورة زي دي. والفار قال ان هي ما فيهاش حاجة وانتهى الشوط على كده. في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51، ايشو وربيع عملوا يعني حالة جميلة، حالة جميلة في الجنب الشمال. ان ايشو بيتلف فيه بمنتهى السهولة كالعادة، نقطة الضعف اللي عنده. واحمد ربيع انت راجل المفروض بقى انت اللي هتغطي وتشيل، داخل فاتح رجليه واتخرم وتعبت الكرة بالعرض واتلحقت. كان في شيء من مش هنقول تخاذل، ولكن في سرحان شوية، في تباطؤ شوية. يعني هي التفاصيل الصغيرة دي هي اللي ممكن توقع فريق. يعني النهارده احنا بنقول النتيجة كويس والأداء على الظروف كويس، ولكن في بعض اللقطات بتكون مستفزة للي بيتفرج، بتكون مستفزة لأي حد. طبعا هو شيكو بنزا على ليفل الاستفزاز، يعني هو على بليفل الاستفزاز راح بيه في حتة تانية. لأن هو في دقيقة واحدة كان هيتسبب في جونين على الزمالك بميس باص، اللي هو المعتاد بتاعه، اللي هو ده بيحس انه عشان ما يقطعش عادة، ميس باص وتبقى كرة خطر، تترد تقع في الحتة اللي هو فيها، مكسل يجري والراجل بيزق الكرة من وراه وهو بيتفرج عليه. يعني هو لو واحد بيطلب التغيير يعني اسهل ما يعمل كده ممكن يعمل المدرب كده طلعني، اللي هو انت انا مش فاهم، طب انت يا عم انت لا فاطر ولا بتاع ولا، وما شاء الله انت اصلا لاعب الماتش ده عشان انت صحة وعشان انت تقدر تجري، وانت شغلتك الوحيدة في الحياة هي الجري. بس يا اخي ما بلاش كسل، ما تحسسنيش ان انت مهمل قوي كده. يعني كان ليه على فكرة حاجات كويسة في المباراة، ولكن بيغطيها تماما بالحاجات الخزعبلية اللي هو بيعملها في الماتش. يعني في حاجات بتبقى قاتلة، قاتلة يعني ما تطلعش من لعيب كورة. بعديها شفنا احمد شريف نزل مكان شيكو بنزا، ومحمد السيد نزل مكان فتوح في تغييره. ممكن نستغرب شويه ان ليه فتوح يطلع وهو مأدي بشكل كويس جدا، ولكن هو في الاخر بني ادم. اظن ان كان ال 65 دقيقه دول كافيين جدا ليه عشان ما نخسروش في اللي جاي، مع المجهود مع الظروف بتاعه المباراه.
بعد ما نزل بيتزيرا مكان سيف، اول كوره بعديها بدقيقتين او بثلاثه، كوره اتقطعت، محمد ابراهيم قطعها من لمسه واحده، لعبها بيتزيرا داس وراح وعمل اللي احنا بقى نفسنا ان هو يبقى بيعمله على طول. رقص وقت ما يبقى محتاج ترقص. انما لما تبقى الكوره يعني انت رايح ومعاك زياده عدديه والكوره على الارض، طلع باستك لحد فرصته في التسجيل عاليه، وده اللي عمله مع احمد شريف، اللي كالعاده قدام الجون بيختار الحل اللي محدش فاهمه غيره. كوره جايه لك سهله بسيطه مش بتنط، والجون قعد، ودي حاجه دي يعني الراجل راجل طيب. فانت قررت ان انت عايز تحطها في الضيقه. طب اضمنها، طب عليها، طب يعني في حاجات كتير قوي تعملها. انما الانهاء بالشكل ده ضيع هدف مؤكد مؤكد. الهدف ده كان ممكن يخلي ان الزمالك يلعب باريحيه كبيره قوي في المباراه بتاعه العوده، ولكن اللي حصل حصل. بعد كده شفنا تباطؤ بين شريف وبيتزيرا في هجمه، ان بدل ما شريف يطلع بيتزيرا، العكس، عكس اللي حصل في الهجمه اللي فاتت. ان شريف ما عندوش الملكه دي، ما عندوش ملكه ان هو يعمل الباس اللي هو يخلق فرصه خطيره وبسرعه. حصل تباطؤ زي ما لعيبه كتير حصل منها تباطؤ، بس هو مش مقبول من لعيب لسه نازل من 10 دقائق. يعني انت ما ينفعش تبقى نازل من 10 دقائق ويحصل تباطؤ منك في هجمه ممكن تؤدي الى فرصه خطيره لاحراز هدف. بعد كده شفنا التغييرات بتاع بنتايج مكان ايشو، ناصر منسي مكان عدي، وكان الماتش اخد سكة ان هو الفرقتين بيلعبوا من غير مخاطرة عشان ما يحصلش اي نتيجة اخرى او حد يخطف هدف صعب تعويضه او يمثل مشكلة في مباراة العودة. في المجمل في المجمل نقدر نقول ان هي النتيجة نتيجة ايجابية. الزمالك مريح يومين ونص فقط، فما كانش فيه استشفاء، ما فيش تمرين، ما فيش تعود على الاجواء هناك، ما فيش اي حاجه. واحنا بنقول دايما عايزين يبقى في انتظام في الدوري، وعايزين يبقى في انتظام في المسابقات، وان التأجيلات الكتيره دي بتبوظ شكل المسابقه. واوروبا بيحصل فيها، بس اوروبا هي فيها حتى هي عرف مش هنقول قانون، ان اللي بيلعب السبت بيلعب الثلاث، واللي بيلعب الحد بيلعب الاربع، وهكذا. ولو لعبت الاربع هتلعب الماتش اللي جاي يوم الحد. انما انك تلعب في القاهرة الساعة تخلص ماتش الساعة 12 بالليل يوم الاربع، وتلعب يوم السبت الظهر، ده حاجة يعني ده حاجة غير آدمية، غير آدمية في ظروف سفر ساعات طويلة وفي صيام وفي الكلام ده. يعني ما كانش هيحصل أي حاجة لو ماتش إيمي ده كان بقى يوم التلات، يعني لأن ما كانش في حاجة في اليوم ده. فريق أوتوهو اللي شفناه واللي كان واضح من الماتشات اللي قبل كده ان هو فريق دفاعيا فريق طيب، فريق غلبان. ممكن يكون منظم، ممكن يكون قادر طبعا يتعامل مع الملعب ده اللي هو حقق فيه نتائج كبيره جدا، وكسب شباب بلوزداد 4-1 تقريبا، كسب كل الماتشات اللي على ارضه، وكسب ستيلنبوش 3-0. ولكن هو فريق دفاعيا مش فريق قوي، فريق عادي جدا 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 دفاعيا. كان الزمالك يقدر ان هو يمثل عليه خطوره اكبر من كده، ولكن في مباراه العوده دي حاجه هتكون في مصلحه الزمالك. وبرضه لازم نكون شايفين ان هم في التحولات بتاعتهم عندهم سرعه شديده، التعامل في الكرات الثابته بتاعتهم في منتهى الخطوره، ودي حاجه لازم كابتن معتمد جمال يخلي باله منها في المباراه اللي جايه ويوجه لعيبته فيها بشكل كبير. بالنسبه لي نجوم المباراه هو طبعا عدي نمره ثلاثة، عشان الهدف وعشان المجهود اللي عمله وعشان التغطيه اللي كان بيعملها والارتداد اللي كان بيعمله، كان 10/10. ولكن في اتنين هم بالنسبه لي نجوم المباراه، كان ممكن يكونوا على نفس الليفل لو الاتنين كملوا الماتش، ولكن خروج فتوح خلى ان هو يبقى نمرة اتنين ورا محمد ابراهيم، اللي هو نجم المباراة بلا منازع، بلا منازع. دفاعيا 10/10، في الخروج بالكرة 10/10 تقريبا، ما غلطش تقريبا طول المباراة ما غلطش. ثقة متناهية، هدوء في الخروج بالكرة، الكرة بتطلع من ناحيته غير الناحية التانية. يعني دايما الناحية بتاعت محمد ابراهيم بتطلع لي الكرة بشكل كورة، حاجه ليها لازمه هتحصل. حتى لما قلنا ان هو حصل دروب في الماتش اللي فات، ويمكن ضربه الجزاء اللي بدري كانت مخرجاه من الماتش، ولكن الكواليتي بتاع محمد ابراهيم كواليتي هايل. والكلام ان هو هينضم للمنتخب في معسكر مارس مع الكابتن حسام حسن ده خبر كويس جدا جدا، لان هو يعني ان نشوف حد منور في مكان معين وينضم للمنتخب حتى ولو صغير وحتى ولو لسه بيبدأ،
دي حاجة مهمة للمستقبل. مبروك للزمالك النتيجة الإيجابية، نبني عليها للمباراة اللي جاية. مهم قوي إن الزمالك يعدي الدور ده، لأن البطولة فعلا هي في متناول الزمالك على الأقل للوصول للمباراة النهائية. أشوفكم تاني في مباريات أخرى إن شاء الله.